مين اللي جاب ايهاب جلال مديرا فنيا لنادي الزمالك؟ رئيس نادي الزمالك. طب مين اللي تحمل الضغوط ورفض من بعض ابناء نادي الزمالك انه يبقى ايهاب جلال موجود، وضغوط من ابناء نادي الزمالك؟ انا فاكر كابتن جمال حمزه كان معايا هنا قال لي لا ايهاب جلال اللي يمسك مدير فني على راسي من فوق، بس ما يمسكش نادي الزمالك. وراحوا فين ولاد نادي الزمالك؟ ففي قطاع كبير جدا جدا ايهاب جلال داخل على معمعه ان ولاد نادي الزمالك مش قابلين فكره يعني ايه واحد ما هوش من ولاد نادي الزمالك ماسك فرقه نادي الزمالك الكبيره. دي بالنسبه لهم ازمه. فتاني، مين اللي جاب ايهاب جلال؟ رئيس نادي الزمالك. علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصلحه نادي الزمالك. اذا ده حاصل والمشهد انا قاريه كده وحضرتك قاريه كده، يبقى ما ينفعش بقى باي حال من الاحوال خالص خالص خالص، ثالث مره اهي، ان رئيس نادي الزمالك ما يديش ايهاب جلال فرصته لمده السنه ونص. تاني، انا تحملت عبء ان الراجل ده يجي مدير فني، وانا عندي الجرأه ان انا جبت الراجل ده مدير فني، والناس كلها بتعاند فيا، بس القرار في النهايه لمصلحه النادي. ايهاب جلال مدير فني مميز، ما فيهاش جدال، ما فيهاش خلاف. هياخد الفرقه دي ويحطها في مكان تاني خالص. بس هياخد الفرقه دي ويحطها في مكان تاني خالص ازاي؟ اللي جابه يفضل مسيطر على فكره كده انه ايهاب ده ينجح، وايهاب علشان ينجح لازم يقعد يشتغل سنه ونص. محدش يقول له انت بتعمل ايه، بجد محدش يقول له انت بتعمل ايه، محدش يعمل له مداخلات بعد الماتش اللي يخسر فيه، ولا مع ده، ولا يبقى فيه تقطيع، ولا في اللعيبه، ولا في المدير الفني، ولا في اي حد، ولا في اي حد. المقوم بتاع النجاح دلوقتي انت جبته. انا جبت دلوقتي ايهاب جلال، حافظ عليه بقى كلامي انا رئيس نادي الزمالك مباشره. عملت انت قرار دلوقتي، اخدت قرار محدش يعرف ياخده غيرك، ده حقك بقى لازم نديهولك. بس حق جماهير نادي الزمالك عليك ان هي برضه مش هتسامحك لو انت ما قعدتش الراجل ده المده بتاعته السنه ونص. قرار عاجب قطاع كبير جدا من جماهير نادي الزمالك.